مع رابحة اللمة تحلى. سي عبد العزيز، اليوم في رابحة جاتكم بهذه المسابقة. لو كان تفوز معنا تدي هذه الهدية، لو كان تخسر نعطوك هدية. تما رابح رابح. هيا بسم الله، بالك تربح معنا. هيا بسم الله، خلي الغاية. أعطيني نقرأ لك أنا السؤال. ما هي أطول آية في القرآن الكريم وفي أي سورة نزلت؟ أطول سورة البقرة. صحيح، سورة البقرة، ولكن الآية ما هي الآية؟ الآية شو راح تنال؟ معليش سي عبد العزيز، بالك فاجأت. لا فجأة، كل يوم نقرأ أنا كل يوم. يعطيك الصحة. المهم أنت جاوبتني، عطيتني 50% من السؤال. بارك الله فيك سي عبد العزيز، ونعطوك هذه الهدية اللي تروح بها. سي عبد العزيز، كلمة بمناسبة رمضان للشعب الجزائري. الشعب إن شاء الله يسهلوا شهر رمضان إن شاء الله العظيم، إن شاء الله يثرينا بالصحة والسعادة إن شاء الله. وأنتم بارك الله فيكم شعل هذه الهدية إن شاء الله، ومع الفلو رابحة إن شاء الله. أنا مع رابحين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. مع رابحة اللمة تحلى. ناصري جعفر أحمد من المصغالي. 27 سنة من مستغالي. هيا تفضل اختار سؤال. قلت غاية. بسم الله. ما معنى كلمة الثقلان وفي أي سورة نزلت وكم عدد آيته؟ ثقلان، والله ما سهلة. إجابة حسابة ما عنديش. احنا نشكروك على الشجاعة تاعك اللي جاوبت معنا، ونعطوك هذه الهدية، وتقول لنا كلمة بمناسبة رمضان للشعب الجزائري والأمة الإسلامية. إن شاء الله نتمنى يدخل علينا رمضان بالفرحة والسرور. مع رابحة اللمة تحلى. خلطي غاية. ما هي آخر سورة نزلت في القرآن الكريم وكم عدد سورها؟ معليش، مهم المشاركة معنا. نشكرك على الشجاعة تاعك، ونعطوك هدية تروحي بها. تفضلي وقولي لنا كلمة بمناسبة رمضان. صحة رمضانكم، تصوموا بالصحة والهنا وصحة عيدكم سعيد. مع رابحة اللمة تحلى. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. للأسف ما كانش يربح معنا اليوم، ولكن انتظرونا في أعداد مقبلة إن شاء الله، وراح يكون فائز إن شاء الله من ولاية مصغانم باش نروحوا لولاية أخرى. وما تنسوش، مع رابحة كاع رابحين. انتظرونا.